تعالي بقى اما اقولك على وصفة جميلة جدا هتضحكي بيها على ولادك، عشان في حاجة انا عاملاها منها هما ما بياكلوهاش وهيحبوها جدا وهيطلبوها منك كل يوم. لو اول مرة تشوفيني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. النهاردة معانا بتنجان رومي. طبعا كلنا عارفين ان ولادنا في كتير منهم ما بيحبوهوش. النهاردة هخليكي تعمليه بطريقة جميلة جدا، وهتضحكي بيها عليهم وكل يوم هيطلبوه منك. معانا بتنجانة كبيرة، هقشر القشر بتاعها من بره كله، وبعدين هبدأ ان انا اقطع البتنجانة. هقطعها صوابع تخينة زي ما انتوا شايفين. بدأت اقطع البتنجان صوابع طويلة، ما تقطعهاش رفيعة، خليها تخينة شوية. وصفة جميلة هتعجب ولادك، وهتضحكي بيها عليهم قوي وهم مش هيصدقوا ان هي معمولة من البتنجان. انا دلوقتي قطعت البتنجان كله. هبدأ اجيب بولة هنزل فيها البتنجان، وبعدين هحط عليه رشة ملح وشوية مية. تمام كده. هسيب البتنجان ربع ساعة في الملح والمية لحد ما ينزل كل المية اللي جواه. هجيب بولة تانية هحط فيها نص كوباية دقيق، عليهم نص كوباية نشا، عليهم معلقة صغيرة خالص بيكنج باودر، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بصل باودر، معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة كركم، معلقة صغيرة بابريكا. هبدأ أخلط المكونات الجافة مع بعض، وبعدين كده أنا خلطت المكونات الجافة خلاص. هبدأ بقى دلوقتي أنزل بالمية شوية شوية، وهبدأ أقلب لحد ما الخليط بتاعي هيبقى شبيه للخليط بتاع الكيكة. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. أنا خلاص حسيت إنها كانت تخينة شوية فزودت المية، وبعدين هبدأ أقلب علشان ما يبقاش فيه أي تكتلات موجودة معايا. جربي الوصفة دي هتعجبك. بصي البتنجان نزل المية سودا ازاي. هصفيه بقى دلوقتي، وبعدين هنزل بالبتنجان في الخليط اللي انا عملته، وبعدين هنزل على الدقيق. ده دقيق وبقسماط وكريسبي انا طحناه، وعليه توابل بصل باودر، توم باودر، بابريكا، كركم، ملح وفلفل اسود وكمون. بصي عامل ازاي، كأنه يعني انا بضحك عليهم وبقول لهم مثلا ان ده ستريبس. ستريبس كداب يعني. انا جبت دلوقتي طاسة على النار وحطيت عليها الزيت. الزيت بدأ يسخن معايا بسيط مش قوي. هبدأ انزل بالصوابع البتنجان بتاعتي بس على نار متوسطة، وبعدين ههدي النار شوية علشان الطبقة اللي بره ما تتحمرش قوي، ومن جوه البتنجان يبقى لسه ما استويش. البتنجان ده هيبقى حلو جدا، هيعجبكم، هيبقى كريسبي من بره ومن جوه شبيه الفراخ. دي بقى اللي انت هتضحكي بيها على ولادك مش هيصدقوا ان ده بتنجان خالص. ممكن تعمليها لهم سندوتشات، ممكن ياكلوها كده كتسالي. وطبعا فيها قيمة غذائية عالية جدا عشان ده بتنجان فيه كله حديد. بعد ما اتقلب بصوا شكله، استحالة هيشوفوه يا جماعة وما يقولوش ان دوت بتنجان. ده هيشوفوه هيقولوا ده ستريبس. شكله جميل، الطبقة من بره مقرمشة. بصوا شكله عامل ازاي. عمرك ما تتوقعي ان ده بتنجان خالص. بصي الطبقة مقرمشة جدا من بره، بصي من جوه. ها فراخ دي بقى ولا مش فراخ؟ ستريبس. عمرهم ما هيتوقعوا ان ده بتنجان يا جماعة. هيعجبهم قوي والله، جربوه. طعمه فعلا خطير، طعمه جميل جدا، هيعجبكم. وسهل وبسيط وما خدش اي وقت معانا، وسريع. هيقعدوا يتسلوا فيه، هياكلوه. هياكلوه سندوتشات، هيعجبهم جدا. جربوه بجد، هيعجبكم، مش هتندموا بجد.
سميناه ستريبس كداب. ان شاء الله الوصفة تعجبكم، جربوها واشتركوا في القناة من مطبخ ياسمينة.